فلا يجوز للإنسان أنه يترك الكسب ويجلس للعبادة والتسبيح والتهليل ويقول أنا الله يبي يجيب لي رزق. لا، هذا لا يجوز، الله نهى عن هذا. ويصير ذليل يتحرى ما بأيدي الناس، يطلب الرزق ولو بأدنى الحرف، حتى لو يكون حجاما أو كناسا، يطلب الرزق ولو بأدنى المكاسب، ولو هي ما هي بشريفة. كونك حجام أحسن من كونك شحاذ، تنبهوا لذلك. كونك حجام أو كناس تتعيش من كسبك أحسن من كونك شحاذ تسأل الناس. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقير، النبي صلى الله عليه وسلم طلب ما عنده فأحضر شيء يسير فباعه النبي صلى الله عليه وسلم واشترى به له فأس، وقال له خذ هذا واذهب ولا أراك كذا وكذا من الأيام. ذهب الرجل وحطب وباع وحطب وباع وحطب وباع واجتمع عنده دراهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال هذا خير لك من أن تسأل الناس، أعطوك أو منعوك. يعني الكسب طلب الرزق ولو تحطب على راسك تبيع أزين لك من أنك تسأل الناس.